السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة هامة إلى الشعب المصري في هذا الوقت الذي تمر به مصر، إلى الشعب المصري العظيم، إلى الشعب المصري الأبي، إلى الشعب المصري الذي هزم الله على يديه التتار، وهزم على يديه الصليبيين، وهزم على يديه الإسرائيليين في حرب 73. والشعب المصري الذي هو النبتة الباقية المتماسكة في هذا الوقت بعد المخططات التي تم فيها تدمير بعض الدول العربية وتقسيمها. مصر ستظل إن شاء الله. يا شعب مصر، يدعوك بعض الأشرار وبعض أعداء الوطن وأعداء الأمة إلى النزول يوم 11/11. خد بالك، بيلعبوا على مشاعر الناس الغلابة، وهم أصلا ضد الغلابة، وهم أصلا لا شاعرين بالغلابة ولا بأحوال الغلابة. بص، لكل واحد بيظهر لك في الإعلام أو بيظهر لك في بعض القنوات أو التواصل الاجتماعي، بص على المستوى المعيشي اللي عايش فيه، بص على السيارات اللي بيركبها، بص على المرتبات اللي بياخدها كل شهر. طب هم بيدوا المرتبات دي ليه؟ ومعيشينه عندهم ليه؟ ومقعدينهم في قصور وفلل ليه؟ لازم تسأل نفسك، ايه مهمتهم؟ ايه دورهم؟ هدم الوطن، هدم مصر، ليتمكن أعداء الخارج من الدخول والتسلل إلى مصر. ولكن أنا بقول لهم هيهات هيهات لما تفكرون. مصر إن شاء الله محفوظة بإذن الله. مصر حفظها الله سبحانه وتعالى بقدرته، وسيظل الله سبحانه وتعالى بمشيئته وفضله ومنته حافظا لمصر ولأرض مصر، لأنها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهلها في رباط إلى يوم القيامة. فأنتم جنود الله في الأرض، أنتم جنود الله في الأرض يا شعب مصر. فلا تغرنكم هذه الدعوات الكاذبة الشيطانية. فين الغلابة من 10 سنين؟ فين الغلابة من 20 سنة؟ فين الغلابة اللي كانوش ياكلوا من العيش النظيف قبل كده؟ كنا نروح نشتري العيش قبل كده كان العيش كله خشب، واللي فيه ازاز، واللي فيه فتل، وتروح تاخد العيش من الطابونة لما بتدوق القمرين عشان تاخد 10 ترغيفة أو 15 رغيف. مش ده كان بيحصل؟ كان هم فين في الوقت ده من الغلابة؟ كان بيحصل. كنت لما تروح تجيب التموين كنت بتدفع قد إيه؟ كله على حسابك. النهارده العيش بتروح بتاخد العيش من أنظف أنواع الخبز، بتاخده بسعر مناسب، بتاخده وأنت واقف محترم، بتاخد تموينك مجاني، وغير كده بتاخد فروق كمان. كان بيحصل الكلام ده قبل كده؟ قبل كده كانت الكهرباء بتقطع كتير من 10 سنين و15 سنة. كنا بنشتري الشمع وبنشتري الكشافات، مش كان ده بيحصل؟ الكهرباء النهارده بتتقطع، قطعش. ادي حاجة. الحاجة التانية، المشاريع اللي اتعملت ديت اتعملت منين؟ مش بالفلوس؟ والفلوس دي لازم تأثر علينا. ده احنا بنبني لقدام، بنبني لأولادنا لمستقبل مصر. هم مش عايزين كده. هم حسوا ان المارد المصري انتفض. المارد المصري بدأ من الخطوة الصحيحة، إصلاح اقتصادي. هنعاني شوية، هنجوع شوية. عبد الناصر قالها لهم قبل كده، قال لهم مهما تحصرونا اقتصاديا مش مهم نشرب شاي، نشرب كوباية واحدة في اليوم. ايه يعني مفيش سكر؟ ايه يعني هتحاربونا؟ هنصبر وهنتحمل وهنبني بلدنا. شو قال كده؟ احنا برضو بنقول كده، هنصبر وهنتحمل وهنبني بلدنا، بس احنا عارفين ان ربنا ناصرنا. واحب اقول لكم حاجة يا مصريين، ربنا عز وجل من علي في هذا الزمان منة عظيمة. الله سبحانه وتعالى من علي وأعطانا عطاء عظيم في هذا الزمان. يبشرني الله سبحانه وتعالى بأحوال في مصر قبل أن تحدث، ويبشرني الله سبحانه وتعالى من أشياء وبأشياء عظيمة ستظهر في مصر. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من بعض المخططات اللي بتكاد لمصر. مصر كان مخطط لها 3 محاور، وأنا الكلام ده نزلته وقلته قبل كده. ربنا وراني كده 3 محاور بالظبط. المحور الأول اللي أعدائنا بيخططوا له وبيعملوا عليه الآن، أحب أقوله لكم هو إيه. ربنا وريه لي كده نفس النص. العاصمة الإدارية، ربنا وراني إن هي مستهدفة من الأعداء من الخارج
علشان يفشلوا هذا المشروع. ده أول تخطيط، هو ربنا عز وجل بين لي هذا الأمر، العاصمة الإدارية. يجي خط منكسر تاني في نفس التصوير من الله سبحانه وتعالى ليا إلى باب المندب. قال خدوا بالكم من باب المندب، باب المندب مستهدف، خدوا بالكم منه. الخط المنكسر الثالث ربنا وريه لي سبحانه وتعالى شواطئ الإسكندرية، والإسكندرية ده مخطط، هم مخططين له لقدام، وانا بقول على الهواء اهو، وبقول لكم ان ربنا كشفهن، وانا بحذر منه المصريين، وبحذر منه القائمين على امر مصر. وبشرني الله سبحانه وتعالى ان مصر فيها ذهب، وهذا الذهب سيكتشف قريبا ان شاء الله. الذهب ده هيكتشف وهينفق منه على المشروعات اللي بيعملها الرئيس اليومين دول. انا بقول لكم الكلام ده. ومصر فيها ثروات، وخدوا بالكم مصر فيها بترول، مصر فيها بترول وهيظهر ان شاء الله وسيكتشف. مصر فيها بترول وموجود في مصر، ومش هقول فين. خدوا بالكم مصر فيها خيرات وفيها ثروات. ربنا قال كده في القرآن: خرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام أمين. فالكنوز موجودة في مصر. ربنا سبحانه وتعالى بيخرج هذه الكنوز ببركات صدقكم، صدق الإمام. إذا رجعتوا لربنا، احنا دايما ليه بنعول كل حاجة على الحاكم بغض النظر عن الحاكم الآن أو قبل ذلك أو ما يأتي بعد ذلك؟ ليه ما بنبصش لأنفسنا؟ بتبصوا بتكرهوا بعض قد إيه؟ بتغتابوا بعض قد إيه؟ بتاكلوا أموال بعض قد إيه؟ بتاكلوا الميراث قد إيه؟ بتظلموا بعض قد إيه؟ الحقد والغيبة والنميمة والحقد والحسد منتشر بينا قد إيه؟ الغلظة في قلوبنا بقت قد إيه؟ وكل ده مش عايزين ربنا عز وجل حتى يلفت نظركم ترجعوا له شوية، ترجعوا له شوية عشان ربنا يخفف عنكم. لكن كل حاجه يقول لك مين الحاكم، مين الرئيس، مين. طب واحنا؟ ما هو ربنا قالها في القران: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مش قال كده؟ طب بركات من السماء والارض يعني ايه؟ طب ما الارض هتطلع زي ما قلت لكم ثروات، هتطلع ثروات. انا بقول لكم في مصر ثروات وهتخرج ان شاء الله، ومصر هتبقى من اغنى دول العالم اقتصاديا وعسكريا وكل شيء، ومصر هي اللي هتقود الامه الاسلاميه. وانا بقول لكم هتقود الامه الاسلاميه، وهي مصر هتكون سبب الفتح لكل الدول العربيه والاسلاميه ان شاء الله. بس اصبروا، اوعوا تسمعوا لنداءات الشر. انزل 11 الغلابه هم اللي يعرفوا غلابه، ولا حسوا بالغلب، ولا حسوا بالتعب، ولا حسوا بالجوع. كل اللي قاعدين متشيكين في القنوات، وقاعدين متشيكين في بيوتهم، وبياخدوا بالدولارات، وبياخدوا احسن قبض، وبياكلوا احسن اكل، ولا غلابه بيتاجروا بيكم عشان يوصلوا لهدفهم. هم عايزين بايديكم انتوا تخربوا بلادكم. يقول لك بيدي عمرو لا بيدي، بايديكم انتوا هنخرب بلدكم بايديكم. واوعوا تكونوا زي كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بايديهم. ليه؟ خدوا بالكم من مصر. مصر امانه، مصر عزيزه على الله، مصر ربنا بيحبها، مصر ربنا اصطفاها، مصر ربنا جعلها سند للرسل ومأوى للرسل. ليه تعملوا فيها كده؟ خدوا بالكم من بلدكم. انا بقول الكلام ده من قلبي والله. كل مصري بيخاف على بلده، لازم تفهموا المخطط كويس. انا بناشدكم وبقترح عليكم يا مصريين بحب وإخلاص لله والله، يا ريت كلنا يوم الجمعة نصلي الجمعة ونسأل الله القبول، ونروح على بيوتنا نقعد في بيوتنا، ما نخرجش في اليوم ده. اللي عايز يشتري حاجة يشتري يوم الخميس، عايز يشتري حاجة يشتري الصبح يوم الجمعة، ويصلي وياخد حاجته على بيته، عشان لو طلع أهل الشر في الشارع ينكشفوا إذا كانوا مخربين أو مفسدين. يا ريت تسمعوا كلامي والله. أنا بكلمكم بإخلاص لله، ومعي عطاء من الله، ولا أزكي نفسي، لكن أنا لازم بعرفكم مين بيتكلم. مش بيتكلم كلام مرسل، أنا بعرفكم مين بيتكلم. أنا بتكلم بإخلاص من الله سبحانه وتعالى، وإخلاص لله عز وجل. يا ريت كلنا نسمع الكلام وما ننزلش من بيوتنا بعد صلاة الجمعة، نقعد قدام في التلفزيون ونشاهد الأخبار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وجيش مصر وشعب مصر، وأن يحبط كيد الكائدين ومكر الماكرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.